بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة عن الحواوشي المصري. هنعمل مع بعض الحواوشي بتكات جميلة جدا زي أشهر المحلات بتاعة الحواوشي، والطعم فيه منتهى الجمال. معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة، كمان هيكون معانا 100 جرام من اللية أو الدهون، كمان هيكون معانا فلفل رومي اخضر، معانا بصلتين كده كبار مبشورين على المبشره، وحبايه من الطماطم واخدين اللحم بتاعها. معانا بقى بهارات حواوشي، ومعانا كمان بهارات لحمه، ومعانا ملح وفلفل اسود. اول حاجه بجيب اللحمه وبنزل عليها بالدهون، والدهون هنا مهمه جدا عشان هي اللي بتديكي الطعم حلو قوي للحواوشي بتاعنا. بعد كده ببتدي انزل بالبصل بتاعنا المبشور، وهنا انا عامله بصلتين كبار، وبدي هنا رشه بسيطه جدا من لون دم الغزال، وده لون صحي وده اختياري، حابه تضيفيه مفيش مشكله، بس هنا بيديني تعزيز لون اللحمه مع الدهون اللي انا حطيتها. هبتدي ان انا انزل بالبهارات بتاعتنا، عباره عن الملح والفلفل الاسود وبهارات بهارات الحواوشي مع الفلفل الرومي مع حباية الطماطم، وابتدي اخلط المقادير دي كلها كده كويس جدا مع بعض. خلاص هي كده بقت الخلطة معايا كده جاهزة، بركنها على جنب. بجيب الصينية او الصاج اللي هدخله الفرن، بحط فيه كده معلقة من الزيت، وبديه كده مسحة كده عشان يبقى الرغيف معايا متحمر من تحت ومن فوق. بجيب العيش بتاعنا البلدي، ببتدي ان انا افتحه وبحط فيه كده اللحمه بتاعتنا، وابتدي كده اديه تبطيطه. ده الرغيف ده هحط عليه كده شطه حراقه، فلفل حامي، ده على حسب الرغبه. بعد كده بديه تبطيطه، وببتدي ان انا ارصه في قلب الصاج بتاعنا زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. وبعد كده بعد ما هرصه هجيب بقى كده طبق واحط فيه كده زيت، وهبتدي ان انا ارش ادهن الرغيفه بتاعتي كده من فوق بالزيت زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. ده كده خلاص بقى جاهز معايا. بيكون الفرن بتاعك لازم يكون شغال وسخن من قبليها، وبدخل الصاج فيها عشان يتحمر كده من تحت ومن فوق والرغيف يستوي. طب عندك الفرن البوتاجاز العادي، بتبتدي تحطيه بردك كده على الشبكة لحد ما يلون معاكي من فوق ومن تحت. طيب، عايزه كمان اقولك على حاجه، فرض ما ان انتي بصي هنا كده، عايزه اوريكم بس ان هو اتحمر كمان هنا من فوق ومن تحت اهو. طيب، عندي بقى في البوتاجاز اللي هو العادي وطلع معاكي ناشف شويه، لو انت حطاه كده على الشبكه ونشف معاكي شويه، بتبتدي ان انت ترصيه بقى في قلب حله وتغطيه لمده 3 4 دقايق، بيبتدي يرد معاكي وبيبقى طري كده وحلو ومقرمش من فوق. دي كانت حلقتنا النهارده عن الحواوشي، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.